عسلامة ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم هي وصفة كوكيز جوز الهند، حاجة خفيفة للسهرية تتشرب مع تاي ولا قهوة. نعوضوا شوية، ننتحوا شوية على الزلابية والمخارق والحاجات المقلية والمشحرة والودني القاضي. إن شاء الله الوصفة اليوم تعجبكم ونخليكم مع الوصفة. نبداو نحطوا أول حاجة زبدة طرية، نزيدوا عليها نص كيس سكر أسمر ونص كيس سكر أبيض، نركضوهم مع بعضهم حتى لين يتجانس الزبدة والسكر مع بعضهم كيف هكا. نزيدوا عظمة ونخلطوها زادة هي مع الخليط الكل، ونزيدوا شوية فاني. كان عندك سكر فاني تحطه من الأول مع السكر، أما أنا باش نستعمل السائل فنحطه مع العظم. نكمل نركض حتى لين ما عادش نحس حبيبات متاع السكر في الماكينة. نجمو زيادة نستعملوا سكر أبيض برك كان ما عندكمش سكر الأسمر. نزيدوا فرينة، نستعملوا نص مغرفة بيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصودا مش خميرة الجاتو، فرق ما بيناتهم، ما تعوضوهاش بخميرة الجاتو. نخلطوا المواد الشايحة، حطيت قبصة ملح من عرش ما ظهرتش في الفيديو، حطيت رشة ملح وخلطتهم مليح مليح العجينة حتى تكونت لي عجينة متجانسة. آخر حاجة نزيد جوز الهند وندخل جوز الهند مليح في العجينة. الفور قاعد يسخن على 180 درجة. ندهنوا طبق متاع الفور بشوية زبدة ولا كان عندكم السبراي ترشوه، ولا زادة تنجموا تستعملوا ورق زبدة. نبداو نشكلوها العجينة، باش نعمل شكل الكوكيز دواير، نعملوا كعابر هكاكا وما ننزلوش عليهم برشا خاطرش هما كي باش يدخلوا للفور باش يتحلوا. نخليهم زاده بعاد على بعضهم، نحاولوا نخليوها عالية شوية الكعبة كما قلت كي باش تدخل للفور باش تتحل، خاطر العجينة فيها برشا زبدة هيك علاش باش تولي عريضة. هذا هو العرض اللي حشتنا بيه هكاكا، نخلوه حرف عالي. هذم الكوكيز كملوا باش ندخلهم تو للفور اللي هو سخون كما قلت قبل 180 درجة مئوية. بعد 15 دقيقة طلعتهم، ما يقعدوش برشا في الفور، لازم من اللوطة ما يحمروش برشا. هذا هو اللون اللي حشتنا بيه. شفتوا كما قلت لكم نخليهم بعاد برغم اللي عملناهم بعاد برشا، لكن قربوا لبعضهم، مهم ياسر ان نحطوهم بعاد. تنجموا تعملوهم اصغر من هكا بالطبيعة، اما انا ولادي يحبهم كبار، يفكروني هكا بالفريش كاللوز متاع تونس منظرهم. تنجموا تعملوهم صغار، عملوا لي 16 كعبة انا كبار. هذا هو لونها من اللوطة كيفاش، لون احمر مزيان مش ماغون غامق ولا ابيض تبدا نية، طيبة قد في حقها. وهذاك العرض متاعها كان تحبوها اخشن، ما تنزلوش عليها من الفوق كعبة الكوكيز وقت اللي نحطوها في الطبق، جس نخليوها
كعبورة معناها. وهذه كيفاش طرية من داخل، شوفوها كيفاش صافت على الاخر، حتى من بعد كيف تبرد تقعد طرية، جست تعمل قشرة من الفوق كي تبرد تولي كرانشي مقرمشة معناها، بنينة على الاخر. باهي معناتها فكرة مختلفة لسهرية رمضان. نقصوا كما قلت من المقلي والحاجات اللي بالشحور والكنافة والدنيا القاضي والزلابية والمخارق، نعملوا حاجة خفيفة هكي نرتحوا على معدتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، إلى اللقاء في وصفة أخرى وبسلامة.